ده اسمه الجنيه. كان راجل كبير وليه قيمة وكان تحت منه عيال كتير قوي، ابتداء من مليم للنكلة للتعريفة للقرش لل5 صاغ لل10 صاغ للربع جنيه للنص جنيه، ليه هو الجنيه. طبعا الجنيه الورق ده دلوقتي محدش بياخده، الناس ما بتاخدوش وكأن الدولة منعته. يعني عندنا في المنطقة محدش يقول لك جنيه ورق، اصل هو مش هيسحم الدرج بالجنيهات الورق دي، ده هو عايز الخمسات والعشرات والميتينات بقى والحاجات دي. احنا عايزين نقول للدولة كلمة جنيه خلاص بتعمل لنا ارتكارية، ليه ما تعرفوش تغيروا اسمه، تعملوا لنا عملة تاني وتنزلوا حاجات كتير زي اللي كان تحت الجنيه ده، ابتداء من المليم والنكلة وحتى الجنيه. لازم تعملوا، لازم تفكروا عشان ما نبقاش بقى بنشتغل بال200,000 جنيه وال300,000 جنيه في ورقة واحدة ويبقى هو اسمه الجنيه وتبقى القيمة فيه ملهاش لازمة. احنا عايزين عملة جديدة باسم جديد يا ناس، ياهو قلنا لكم الكلام ده من 2 سنين عدوا، وقلنا يا جماعة غيروا اسم الجنيه، يا اللي مش عارفين تفكروا ازاي تغيروا اسم الجنيه غيروه واعملوا تحتيه شوية حاجات حلوين كده زي ما كان بدأ الجنيه. نعمل حاجة جديدة مع عصر جديد، ما تسيبوناش كده كل ما نسمع سيرة الجنيه يجي لنا ارتكارية. يا ناس ياهو يا بنك يا مركزي غير لنا اسم الجنيه، غيروا. مش هتعرف تغيروا، ما عندكوش ناس بتفكر خالص. امال الناس اللي فكرت وكتبت اسمه ده وعملت الجنيه دول كانوا ناس غير الناس بتاعت النهارده؟ والله كانوا ناس غير الناس بتاعت النهارده. تحياتي لكل الناس، والله يرحمك يا جنيه.